حزب دولتي إصلاحي، هو في كده؟ في رأيي لأ، ما فيش كده. وتعالوا نفكك الموضوع واحدة واحدة. الأول، يعني إيه أحزاب؟ حزب يعني مجموعة من الناس اتجمعوا مع بعض عشان أفكارهم شبه بعض، فعملوا مجموعة مع بعض كده سموها حزب، والحزب دوت بيهدف ليه؟ إن هو يوصل للسلطة علشان يدير الدولة بالطريقة اللي هم متفقين عليها. بعد كده سمينا فكرة الطريقة والأفكار اللي هم متفقين عليها ديت كلمة أيديولوجيا. هم عاوزين ينفذوا ايديولوجيتهم ديت اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي فلسفه معينه بشكل معين، او المجموعه ديت عاوزين يعني لما بيجوا يتناقشوا في اي قضيه او اي ملف او كده هيبقى افكارهم متشابهه من خلال الفلسفه ديت. وليكن مثلا الفلسفه الليبراليه راسماليه، ان هو مثلا هندخل مثلا في ملف الخصخصه او ملف الاستثمار. الحد لو حد راس مالي هيقول ان هو عاوز نخصخص وكده. بالمناسبه هبقى اعمل فيديو عن الخصخصه. هيقول ان هو مع الخصخصه وان احنا نزود دور القطاع الخاص والاستثمار، نجذب استثمار محلي واجنبي الى اخره. بالمقابل لو حد افكار اليساريه بقى باتساعها اشتراكي شيوعي كده، هيقول لا احنا عاوزين نزود دور الدوله، والدوله هي اللي تعمل بيزنس، والدوله هي اللي تعمل مصانع، والدوله تضمن العمل تضمن العمل للمواطنين وتضمن لهم السكن، ودور الدوله يبقى اكبر من كده. فيعني دي فكره الايديولوجيا، ان هو مجموعه من الناس لما هنقعد نتناقش على اي ملف افكارهم قريبه اوريدي، يعني افكارهم مع بعض. انما نعمل حزب يبقى آه، في حد مع ان احنا نخصص وحد مش مخصص. طب لما هنقعد نتكلم في موضوع ما، يعني هنقعد نتكلم المحافظ عندنا في المحافظه بيتكلم مثلا ان هو عاوز يعمل الخطوه الفلانيه. الخطوه الفلانيه ديت مثلا، يعني وليكن المحافظ عاوز ينشئ مصنع مثلا والدوله هي اللي تديره. ففي لو جوه نفس الحزب في واحد هيبقى مع توسيع دور الدوله، وواحد تقليل دور الدوله وزياده مساحه القطاع الخاص، فهيختلفوا جدا مع بعض. يعني هيتفقوا ازاي؟ فلو هو من الاول اصلا ايديولوجيتهم واحده فهيبقى قرار واحد من الاول. يعني احنا من شبه بعض متجمعين، فاحنا من الاول قررنا ان احنا مع تقليل دور الدوله، وانه نعمل لا القطاع الخاص، والدوله تيسر وتنظم بس وتراقب وكده. او مجموعه اشتراكيه او شيوعيه مع ان الدوله هي اللي تعمل ولا، والقطاع الخاص دولت ناس كخه وحشين وحراميه وكده. حلو. يا كده يا كده يا كده، في اشكال كتير بقى في يعني الايديولوجيات واسعه وكتيره يعني. طيب فكره انه الدولتي وكده، ما هي كل الاحزاب اصلا المفروض ان هي بتحترم القانون والدستور وعاوزه تنظم او عاوزه تشارك في السلطه من جوه القانون والدستور يعني. وبالمناسبه انه اي حزب، المفروض اي حزب سياسي، عشان في احزاب وناس سياسيين بيحاولوا يتنكروا او بيتكسفوا يقولوا ان هم تبع ان هم طامحين للسلطه. هو المفروض ان اي حزب معمول اصلا عشان يوصل للسلطه ويحكم، يوصل للسلطه من اول المحليات والبرلمان والوزراء والحكومه ورئيس الوزراء والرئيس نفسه يبقى من جوه الحزب. في احزاب تانية بيبقى طموحاتها اقل من كده شويه، زي الاحزاب البيئيه مثلا، اللي هي زي يعني احزاب بتدور على، بيبقى هدفها اللي هي البيئه. برضه هي لازم في الاخر يكون عندها طموح ان هي تشارك في السلطه بشكل او باخر، هم مثلا يبقى عندهم وزير البيئه مثلا او كده. يعني لو هو ده هدفهم افكارهم، فلازم ينفذوها من خلال السلطه. امال عاملين الحزب ليه؟ وده شيء مش مشين، يعني شيء مش حاجه وحشه. في الاخر المفروض ان كل الاحزاب بتشتغل تحت اطار الدوله وجوه تنظيم الدوله، لكن الاختلاف في ازاي هندير الدوله، ازاي فلسفتنا في اداره الدوله. يعني هي الاحزاب معموله علشان احنا انا كحزب عندي فلسفه معينه وطريقه معينه هدير بيها الدوله. انا جاي، انا حزب، يعني احنا في حزب الليبرالي المصري، حزب راس مالي، حزب ليبرالي. احنا بنؤيد الحريات، احنا مع الحريات الفرديه والحريات الشخصيه. يعني انا شخصيا عندي مشكله مع الماده في الدستور اللي بتقول انه الاسره هي بناء الوطن، على ما اتذكر الوحده الاساسيه او حاجه كده لبناء الوطن. انا شايف ان الفرد هو الوحده الاساسيه، القوام الرئيسي للوطن. الفرد بذاته، كل واحد فينا مهم جدا بالنسبه للوطن. المفروض الوطن ده موجود، دوله موجوده عشان تخدم المواطنين كل واحد بذاته. والله دي افكارنا، دي افكار الايديولوجيا ديت. يعني احنا مع الحريات، مع الاستثمار، مع الحريات الشخصيه طبعا. مع الدوله ملهاش دعوه، ما تتدخلش في الحريات الشخصيه.
وجو فرض القيم وفرض العادات والتقاليد وكده، واللي هو في الاخر هتنفذ اللي بيقولوها ايه، القيم الاسره المصريه. انهي اسره مصريه؟ ما احنا عندنا اسره منغلقه جدا يعني في الارياف وفي النجوع وكده، وعندنا اسر منفتحه جدا في الجونه والساحل وغردقه وشرم وما بينهم بقى. يعني انهي قيم اسره مصريه اللي هتحكم الناس عليها وهتدير الناس بيها؟ فلا، الحريات خلاص، طالما ما حدش، ما فيش اذيه، ما فيش تعدي على القانون العام، ما فيش حدش بيأذي حد، حر في حياته الشخصيه وحر. فدي ايديولوجيا. في ايديولوجيا تانية بيقول لك لا، احنا والله احنا محافظين وعاوزين نحافظ على قيم المجتمع، هنحط قوانين بقيم معينه وكده. في ايديولوجيات ثالثه بتتكلم، بتهتم بالاقتصاد الدوله، وان لا، الدوله تبقى مسيطره في الاقتصاد وعندها بيزنس وتتوسع وتعمل مصانع وتعمل اسكان وتتدخل، يعني حاجه كده زي دوله عبد الناصر مثلا. فدي الطرق اللي الدوله بتدير فيها. انا هعمل ده، هعمل حزب عشان والله يعني بمناسبه ان احنا في انتخابات اليومين دولت، فالمفروض يعني لو احنا عندنا مناخ سياسي اوسع من كده شويه وحريات سياسيه وعمل حزبي اكتر من كده شويه، مساحه للاحزاب اكتر من كده، فالمفروض ان يبقى عندنا مرشحين كتيره جدا من الاحزاب. آه، وكل مرشح بيبقى نازل يعني. طبعا الشخص نفسه بيفرق في الانتخاب، لكن كمان انتمائه الحزبي والايديولوجي المفروض يفرق. يعني انا مثلا عارف ان واحد نازل من حزب سين، خلاص، فانا يعني مثلا هنجيب اشهر مثال، انه حزب الوفد مثلا. معروف ان حزب الوفد حتى الشعار بتاعه هلال وصليب. اذا اوتوماتيك كده انا لما اشوف مرشح حزب الوفد، المفروض ان انا ابقى فاهم ان المرشح ده ما عندوش الحته الطائفيه. يعني هو المفروض بالنسبه له المواطن المصري هو مصري، مفيش مسيحي ومفيش مسلم. مش هينتخب يعني هو بشخصه، ما بيصنفش الناس على كده، والناس مش ما تنتخبوش، تنتخبوا بناء على ان هو ما بيصنفش الناس. على عكس مثلا بقى عندنا حزب النور اوتوماتيك عنده تصنيف طائفي، يعني في مصري، في مسلم، وفي مسيحي. حتى هو في القوانين هيبقى مؤيد انه يبقى في قوانين مختلفه للمسلم غير المسيحي. على عكس عندنا مثلا في الليبرالي المصري، احنا بنطالب بانه ما يبقى القوانين موحده للمصريين كلهم، ما فيش طويل وقصير ورفيع وتخين وست وراجل ومسيحي ومسلم ولا الكلام ده. هو مواطن مصري بس، ما فيش شرطه بقى. المواطن المصري واجبات واحد اتنين تلاته، المواطن المصري حقوق واحد اتنين تلاته، بس كده. بعد مصري ايه مش دعوه، يعني دي حر، ده شأن خاص بيه هو. دي ايديولوجيا كده ودي ايديولوجيا كده. فالمفروض نرجع لموضوع الانتخابات. فالمفروض ان الناس، واحد مرشح نازل الانتخابات، المفروض ان انا بنتخبه بناء على يعني جزء من انتخابي له هو منتمي للايديولوجيا ديت، وخلاص انا عرفت كده افكاره. مش هنقعد بقى، مش هنحتاج نشرح افكار كتيره جدا. هيبقى فارق معايا بقى ايه؟ فاضل معايا ان انا اعرف الشخص ده كفء للافكار ديت، الشخص دوت قادر يناقشها، قادر يوصلها، قادر يقنعني، عنده كاريزما، هيقدر يفرض دوت على الحكومه لو عنده مشكله مع الوزير، مع رئيس الوزراء، هيقدر يتكلم في كده، يقدر يعمل استجوابات، يقدر مهتم بمشاكل انا. يعني نفس الايديولوجيا ممكن ما تبقاش مهتم صاحبها بقى المرشح، ممكن ما يبقاش مهتم، او الحزب، المرشح او الحزب يبقى مش هيهتم بمشاكل انا المحليه. يعني انا مثلا مواطن في الاقصر مثلا وعندي ازمه في السياحه الثقافيه، ما عادش الناس بتيجي مثلا، يعني ما عادش الناس بتيجي كتير للسياحه الثقافيه. فعندي مرشح مثلا سواء بقى يساري يميني راسمالي وات ايفر، في برنامجه الانتخابي، في البرنامج الحزبي عموما، في كلام حلو عن السياحه والاثار ومش عارف ايه حلو. المرشح بتاعي بقى هل حاطط خطه للمكان اللي انا بترشح فيه؟ للاقصر مثلا، انه احنا هنعمل ايه، هنعمل قوانين ايه، هقدم مشروع ايه للوزير الفلاني، هنعمل ايه مع المحافظ ان هو يطور كذا. يعني هل عنده خطه؟ يعني هيبقى ايه؟ خلاص احنا عارفين انه الحزب دوت جاي هيطور السياحه من خلال اجهزه الدوله، ده لو حزب يساري. او حزب، انا طبعا بختصر وبختزل عشان اوضح بس الاسئله، انما الايديولوجيات واسعه كثيره جدا من اول اخر اليسار لاخر اليمين يعني وما بينهم. او حزب راس مالي جاي بيقول ان احنا هننشط السياحه من خلال النشاط الاقتصادي الراسمالي او الاستثمار الحر يعني، والقطاع الخاص. فهبقى برضو بنتخب ده بناء على كده وبناء على كده. بس بقى بتاع القطاع الخاص ده حاطط ايه برنامج لدايرتي؟ الشخص بنفسه بقى، وهل هو كاريزما يعني شخص كده بيتحرك وبيفهم وبيعرف يتكلم، ولا او هنتخب واحد تاني جاي بيقول ان الدوله هي اللي تعمل واجهزه هي اللي تعمل وهي تعمل شركات سياحه وهي اللي تعمل، وبرضه هيبقى واقف معايا ان انا انتخب الشخص دوت بناء على كده. فالملخص نرجع لايه؟
ما بدانا بيه الفيديو، انه كل الاحزاب اصلا المفروض ان هي مع الدوله. مع الدوله هنا ان احنا مش مع انهيارها، يعني احنا، يعني انا شخص معارض جدا للسلطه الحاكمه حاليا، لكن انا مع وجود الدوله، مع انا مش عاوز اي حاجه، انا عاوز الدوله تتصلح بالسياسه، بالقوانين، بالدستور، بالمحكمه الدستوريه، بالبرلمان، يعني احنا كلنا المفروض انه اي حد سياسي او حزبي المفروض ان هو بيشتغل من جوه اطار الدوله. فلذلك انا من الناس المؤيدين جدا لفكره وجود الاحزاب ونشاطها، وان هي نتوسع فيها باكبر قدر ممكن. وكنت اتمنى انه يبقى عندنا مساحه اوسع لوجود الاحزاب ونشاطها، ويبقى عندنا اعضاء كتيره. ومن خلال الفيديو انا بقول لاي حد مهتم شويه بالسياسه، حاول تسال عن الاحزاب، تشوف ايه الاحزاب اللي ممكن تكون شبه افكارك وفيها ناس انت بتحترمهم وبتثق فيهم. وحاول يا اما تتابع الحزب لو تقدر تشارك فيه وتساهم فيه بنشاطك البدني العقلي، افكار، بتبرعات ودعم، ايا كان. ولو ان انا يعني راس مالي ليبرالي، لكن اتمنى ان الناس تشارك في كل الاحزاب، حتى لو احزاب مختلفه معايا ايديولوجيا، بس وجود التنافس في الاخر في صالحنا كلنا.